مازالين عاقلين على سان بيدرو، مازالين عاقلين على 2-0. كلشي كيقول مصر هي الفافوري، ولكن الارقام كتقول هاد الجروب فيه خطر اخر اللي قصنا راه كان اللي فاتت مازال جاي يخلع لافريك. مرحبا بكم في دي سبورت جايز، ميتي الغالي. واليوم غنهضروا على الجروب بي ديال لا كان 2025 وغنهضروا على الارقام ديال كل منتخب فيهم. نبداو باسهل معيار ديال القوه واسهل رقم اللي هو الكلاسمون فيفا ديال كل منتخب في الجروب. مصر كيف كنعرفوا تاريخيا هي احسن منتخب في تاريخ لافريك، ولكن حاليا كلاسين غير 30 افريقيا و34 عالميا، بينما لافريك دو سود هي 61 عالميا، انغولا هي 89 وزيمبابوي هما 129. ولكن كيف كنعرفوا في لافريك الكلاسمون فيفا ما كيعني والو. دونك اجي ندوزو للارقام اللي كتهم، اللي هي الارقام ديال التصفيات ديال كل منتخب. اجي نبداو بالغدار ديال لي بوت باغ ماتش. كنلاحظوا ان الغدار خارج الجهه ديال لافريك دو سود، حيت ماركا 2.7 ديال الاهداف باغ ماتش، اكثر من الفرق الاخرين كاملين. ولكن كنشوفوا ان مصر قراب ليهم وكيماركيو 2 ديال الاهداف باغ ماتش. بزاف منكم غيقول لي بلي الجروب ديال التصفيات ديال لافريك دو سود سهل من الجروب ديال مصر، ولكن اللي خص تعرفوه هو ان كل منتخب فيهم لعب 2 ديال المنتخبات خارج التوب 100. ندوزو الرادار ديال لا بوسيسيون، كنشوفوا بلي مصر والافريك دو سود مسيطرين عاوتاني، ولكن انغولا ب 56% تقدر تخلق لهم صعوبات كبار. ما كيف ما كنعرفوا كاملين لا بوسيسيون ما كتعنيش بلي راك غتربح الماتش في الاخر. ولكن لافونتاج ديال لا بوسيسيون هي انك تخلينا نبريديكتيو كيفاش كل ماتش غادي يتلعب. زيمبابوي غالبا غادي تلعب بواحد البلوك هابط باش ما يتماركاش عليها البيوت، ولكن حينتاش المنتخب ديال مصر وجنوب افريقيا بجوج كيلعبوا لا بوسيسيون غادي يضطروا انهم يتادابطاو في المواجهات المباشره بيناتهم. دونك اجي نشوفوا واش لي ستات الاخرين غادي يبينوا لنا شكون اللي غيكونترولي فيهم الماتش. لا غادي بجوج اللي كنشوفوا هنا كيبين لنا بلي لافريك دو سود عاطيه العين اوفونسيفمون على باقي المنتخبات. ملي نقدر نقول لكم هو ان المنتخبات بربعه كيتيريو فوق من لا موين ديال لو تورنوا اللي هي 11 تيغ باغ ماتش. بالمقارنه لافريك دو سود كيتيري 39.4% ديال لي تيغ كادغي، مصر تقريبا 43%، زيمبابوي 34% وانغولا 31 فقط. وباش نحطكم اكثر في الصوره، لا موين ديال الفريق عادي كيتيري بين 33% و 37% ديال لي تيغ كادغي. نزيدو نتعمقوا اكثر في الارقام وكنشوفوا بلي لي غادار ديال الاكسبكتد جولز وديال لي بوت باغ ماتش كيتشابهوا بزاف. من اللي ضروري نعرفوه هو ان مصر بلو ديسيزيف ملي كنجيو نحسبوا النسبه ديال الاهداف من الهجمات الخطيره. دفاعيا انغولا ومصر تري سوليد وتماركي عليهم غير 2 ديال الاهداف اللي كاليف كاملين. من ناحيه اخرى جنوب افريقيا كيف ما شفنا كتماركي بزاف، ولكن دفاعيا كيتماركي عليها تقريبا 1 بوت باغ ماتش. دونك الا جينا نديروا مقارنه للجمهور ديال البطوله كيلعبوا بحال حسنيه اكادير بين 2014 و 2016 مع عبد الهادي السكيتيوي. ولكن السؤال المطروح هو ان واش هاد المنتخبات لعبوا بحال هكا غير حيتاش لي كاليف ولا غنشوفوه في لاكان؟ نهضروا دابا على الهيد تو هيد ديال هاد المنتخبات مع بعضياتهم. اللي نقدر نقول لكم هو ان لا مصر لا جنوب افريقيا ما كيخسروش بزاف في 10 سنين الاخرى، لا مع انغولا لا مع زيمبابوي. داكشي علاش غادي نركزوا غير على 2 ديال لي ماتشاب اللي مهمين في هاد الجروب. نبداو بمصر كونتر لافريك دو سود، وهنا غادي تشوفوا المفاجاه. جنوب افريقيا ما خسرتش مع مصر لا في لاكان لا في الشان لا في لي ماتش اميكو من 2006. يعني لافريك دو سود عندها الحظوظ ديالها. في الماتشاب الاخر واخا كنشوفوا بلي زامبيا وانغولا ما لعبوش ضد بعضياتهم في 10 سنين الاخرى، ولكن حتى وحده فيهم ما واخده لافونتاج. وحتى تاريخيا انغولا ربحت 8 الماتشات، زيمبابوي ربحت 8 ومعادلين في 3 الماتشات. دونك الصراع على المركز الثالث في هذا الجروب غيكون شي على فيه العافيه. ولكن بعد هاد لي ستات كاملين والارقام كاملين، اشنو كيقول الموديل ديالي؟ مصر عندها اكبر حظوظ انها تربح الجروب بي ب 60%، جنوب افريقيا عندها 19%. ولكن ما نكذبش عليكم بلا فورم اللي عند مصر دابا والدراما اللي بين صلاح وليفربول كتبان ليا 19% قليله. انغولا ما بعيداش عليها بزاف 15%، وزيمبابوي عندها غير 7% ديال الحظوظ انها تربح الجروب. الجروب بي ساليناه، ولكن غدا عندنا الجروب سي اللي صعيب تعرف شكون غادي يربحوا بين تونس ونيجيريا. ولكن كيف العاده غادي نشوفوا الارقام شنو كتقول وغادي نديروا لي بريديكسيون ديالنا. شكرا بزاف على المشاهده، وما تنساوش ديروا فولو ولايك الى عجبكم الكونسيبت، وما تنساوش كيف ديما الكره في التيران والحساب عندي.